من فضلك لو سمحت، عايز ب5 جنيه عيش. انت يا كابتن، يا كابتن، ما فيناش هجوم من على الاجناب، القادمون من الخلف، بلاش يزق والنبي، دي محطة مصر واللي بيحصل فيها اهون. شكل تاني. يا خرابي على ده فرن، ده الهجمات كانت ايه من كل اتجاه، وانا مش مأمن خط ظهري خالص. دول وحوش ادمية، ذئاب بشرية. انا اتهنت جامد قوي يا جماعة في الطابور ده. ايه فين ايام الجيم والشقاوة؟ ده انا كنت بجري 3 ساعات على التريد ميلك ده قبل كل تمرينة. تصدقوا بقى ان انا هرجع اخد امينو وهعمل 10 عدات في كل مجموعة، ومش هكسل عند ال8. يا الفرن ده يا جماعة، والعضل هو الحل. العضل لوحده ما يكسبش. البني ادم عنده المخ هو. طب مين المخ في الزمالك؟ ايه طب مين العقل في الزمالك؟ حد يقول لي. لا 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 مش مهم دلوقتي، المهم ان رؤى شكله كده عنده المفيد. الحقني يا فاروق، اعمل ايه في الفرن يا رؤى؟ حد يسألني ويقول لي يا كابتن، هو يعني رؤى كان عمره نفع حد من اللي دربهم قبل كده عشان ينفعك؟ صحيح انت لو ركزت في اللي بيقوله هتعرف ان معلوماته عن التحليل انه بيتعمل وانت صايم. كلمة حريف دي جاية من الحرفي، يعني مهني، يعني دي شغلته، يعني قسطة بيعرف لغة السوق صنايعي. بالظبط صنايعي. بس انا رايح تحدي ما فيهوش رحمة ولا مروءة، واللي ملوش في المروءة ما ينفعوش الا رؤى. في وقت امتلأ فيه العالم بمحللين نص لبة، تطلع الجميع إلى شخص واحد يعيد للتحليل هيبته. ان احنا بنيجي نحلل ناس بروفيشنال شغلتنا. يقول دوما ما لا نعرفه. الكوتش والمدرب مدرب. واصعب حاجه في الكوره المكسب. يعني اصعب حاجه في كره القدم المكسب. يعني اسهل حاجه ان انت تكسب. حلاوة امك. لعيب نص الملعب ده بيبقى زي الميكانيكي يحط ودنه على العربيه يعرف اللعيب اللي فيها. إنه ملك النص، يهتم بالمواهب الشابة. ولد صغير كده. مين ده؟ فاروق. اشتريته. قال لك اشتريته واخده معايا مصر. ويعطيهم العلم اللازم ليصبحوا نجوما. يعني من صفات المهاجم ان يكون اناني. لا. يعني المهاجم ده لازم يكون بيحب نفسه. ويمتاز بالرؤية والتوقعات التي لا تخطئ. يعني لو قابلت فرقه بتلعب زي نفس المدرسه هتتعب، يعني لو قابلت الجزائر تتعب. لكن لو قابلت غانا ما تتعبش. يعني ان شاء الله ربنا يسهل كده ونقع في فرقه نيجيريا غانا، دي فرق تقدر تكسبها. وخلونا نتكلم كفنيين بقى يا جماعة. كلام يوزن الدماغ ويسر القلب الحزين. ايه ده؟ هو انا مالي رميت على الزناد صدق كده ليه؟ يا سلام عليك يا رؤى، ما يختلفش عليك 2 يا ابني والله. اذا النهارده يعني انا ما بلعبش فاروق جعفر على اساس ان فكره يعني فكر عالي، ان انا ممكن الاعب فكره العالي يعني. يعني هو هاي الطريقه اللي بيلعب بيها ولا فيها فكر ولا فيها اي حاجه غير ان هو مرصص ناس قدام 18 وخلاص. لا 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 استنى، لما الكلام يطلع من الكبير يبقى لازم يتسمع كويس جدا جدا. طب ايه هو الفكرة يا معلم؟ رسينا انا في عرضك. لا انا مش هستنى، انا هعمل لك زيارة. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا معلم حسن، انت فين؟ انا شكلي تهت. ادخل يا بكر، ادخل. الله اكبر، انت عرفتني ازاي بس؟ بركاتك يا معلم. وهو لسه في حد في الدنيا بيقول شكل غيرك؟ ادخل يا بكر، قول لي طلباتك. طلبي بسيط، عاوز خطة كده عشان اعرف اجيب عيش من الفرن. يا سلام، ما انا كلامي في النقطة دي واضح ومعروف. بس انا بحب اللعيبه الملتزمه، اللعيبه اللي اخلاقها كويسه، اللعيبه اللي سيرها وسلوكها. سيبك بقى من النواحي الفنيه والبدنيه والحاجات بالظبط. ودي اعملها ازاي دي؟ شكلك كده هتتعبني يا بكر، لو مش عاجبك كلامي روح للاجانب. ايه ده؟ لا هو الاجنبي عمره وقف في فرن؟ ده الاجنبي من دولي دلوقتي لو شاف علم غانا بينام على بطنه. انا هرجع للي فهمه وفهمني. جاي لك يا رؤى. انا اسف يا رؤى عشان صدقتهم وشككت فيك. انت الفن الوحيد اللي في البلد، انت الوحيد اللي هتنسفني. احنا بنتكلم بصفتنا فنيين، ان انا فني، ان انا لعبت ودربت وقدرت واشتغلت في اكتر من نادي وتعلمت واتثقفت. طب ده معناه انك راجل فني، بس يفيدني بايه؟ انا راجل فني مش فاهم. الفني بيبقى شايف الخطأ. لو مثلا مسكنا اخر حاجة نتكلم على الهدف اللي جه في النادي الاهلي بتاع الداخلية،
الكرة اتقطعت من حسام عاشور. ما حدش قال ان حسام عاشور بيستلم وحش، استلم وحش فالكرة اتقطعت، راح واخدها منه اللاعب الافريقي، عمل الباص، راح تمساح جاب منه الهدف. يبقى هنا انا كفني شفت الخطأ، انا بشوف الحاجة اللي ما بيشوفهاش المشاهد بيشوف كرة في الشبكة. والله يا كابتن، ده كفايه انك لسه من الجيل الاصيل اللي بيقول افريقي ونيجيري. طب قول لي بقى اكسب ازاي في طابور العيش؟ قليل الاخطاء ما بيخسرش، كثير الاخطاء بيخسر. طب حتى جاملني وقول ان التوفيق والحظ كانوا معندني. الايه؟ منك لله يا شيخ، سوتها في وشي وما طلعتنيش حتى بحاجه استنفع بيها. ما تمشيش، لا دقيقة واحدة، تعالى اقعد مكاني دقيقة واحدة. تعالى اقعد مكاني، تعالى اقعد مكاني، تعالى يا كابتن. انا اي ملحق القطر يا عم. تعالى بس، يلا يا كابتن، ما انت بتلعب كورة وزعيم وبتخسر وبتاع، تعالى خش. ايه يا شباب، معقولة اجيلكوا على النت من اسكندرية وما تعملوش لايك حتى ولا شير ولا سباسك ولا سبايسركي ولا ايه ولا سبايسس؟ بقول لكم ايه، افهموها زي ما تفهموها بقى.